ل10 سنين فاتوا انا متعود ان المكان ده دايما يكون فيه موتوسيكل، وغريب عليا ان مبقاش فيه موتوسيكل قبل العيد بعد ما بعت الهوندا ترانسالب بتاعي. فالنهارده هاخدكم لفه معايا عشان دايما بتختاروا معايا الموتوسيكل الجديد ما بين 3 موتوسيكلات. عايز اخد رايكم فيها وتعرفوا انا ناوي على ايه. بس خلينا نبتدي الفيديو ده بحاجه تفيدكم قوي، ان ريبسول دلوقتي عملت ويب سايت تقدر تدخل عليها وتطلب الزيت اللي انت عايزه ويوصلك لحد باب البيت مجانا من اول عبوتين وطالع. يعني مش هتاخد الزيت بسعر زياده ولا تخاف ان الزيت ده يكون مطلوب. تعالوا بقى ناخدكم الاوضه وناخد كوبايه الشاي واقول لكم الحاجات اللي انا عايزها في الموتوسيكل، ايه اللي هشتريه الفتره الجايه. طيب، حاجتين المهمين اللي احنا طالبينهم، اللي هو اول حاجه ان يكون الموتوسيكل ده على نظام دفع كورونا، يعني مفيش جنزيره نضفه واوجع دماغي معاه، ومفيش سير بمشاكله الكتير قوي. فاهم حاجه يكون كورونا. كورونا ده اللي ما يعرفوش، هو نظام دفع معتمد على عمود كردان هو اللي بينقل الدفع لورا. صيانته قليله جدا وبيستحمل المسافات لطرق طويله. طيب، النقطة الثانية هو كابل الدبرياج. الدبرياج اللي بتضغطه علشان تغير النقلات غالبا بيبقى في اغلب الموتوسيكلات على كابل. اللي انا عايزه ده بيبقى بدل الكابل فيه زيت، يعني باكن كده، يعني هو اللي بينقل الحركة. المهم نوقع الاختيار على 3 موتوسيكلات، وانا الفترة دي كنت هنزل اتفرج على موتوسيكلات، فهوريكم 3 خيارات تقولوا لنا رأيكم. لو قدرنا ان احنا نجرب الموتوسيكلات دي، سواء معارض عرضت علينا او ايا كان، هنجربها وناخدكم لفه عشان تحكموا معايا احسن. اول موتوسيكل معانا يا جماعه في الموضوع ده وهو الكawasaki كونكورس. الكawasaki كونكورس واحد من الموتوسيكلات الجميله جدا اللي احنا سبق عملنا ريفيو ويظهر لكم فوق هنا. الموتوسيكل ده سبورت تورينج بايك. خلينا ناخدكم لفه سريعه على المواصفات بتاعته ونقول لكم سعره اللي انا لقيته وازاي نجيب احسن سعر. كawasaki كونكورز موتوسيكل سبورت تورينج سريع جدا، 1400 سي سي، 4 سلندر، وشكل موتور السلندرات ان لاين يعني جنب بعض، وده اسرع اشكال المواتير اللي ممكن تركبها. الموتوسيكل ده يا جماعه بيطلع 160 حصان، وفعلا عباره عن ريس ينفع تسافر بيه. متخيلين الجمال؟ يعني ممكن تمشي بيه على 300 وتسافر عادي خالص. الموتوسيكل ده فيه شنطتين جنب، وهو في العام يعني موتوسيكل طلع من 2007 لحد 2009 كان شكل كده، وعملوا له حبه تعديلات ليها علاقه بالحراره وحبه مميزات في 2010 وطالع. الموتوسيكل ده واحد من امتع الموتوسيكلات. معرفش ايه رايكم في شكله، ايه رايكم في المواصفات بقى ان شاء الله لما تشوفوا الريفيو او حتى ندخل في تفاصيل عنه. ولكن ده اول موتوسيكل 1400 سي سي 4 سلندر من كawasaki. موتوسيكل بصراحه اليابانيين انا بحبهم معتمدين جدا. الموتوسيكل ده عشان تجيبه رخيص، وده اللي هنتكلم فيه كل الفيديو، او غالي، لازم تعمل حاجه مهمه قوي وانت بتختار الموتوسيكل بتاعك، انك انت تشوف سعره بره مصر كام، لان في بعض الموتوسيكلات بتبقى جايه من اوروبا او من امريكا. الموتوسيكل ده كتير في امريكا. تشوف سعره بره كام، ولو شحنته لمصر يتكلف كام. الموتوسيكل ده رينج الموديل 2013 14 منه حوالي 6 7000 دولار. يعني تقريبا بعد ما يتشحن ويجي مصر هنا، يعني هو في رينج كده حوالي 450 500 الف جنيه. الموجود في مصر هنا بالحاله الكويسه ب 580 الف جنيه. ممكن ينزل السعر ده ل 350 320 لو كان موديل من 2007 ل 2009. حلو الميزانيه دي، يعني نتكلم في المتوسط اللي انا يعني ان شاء الله احاول اجيبه ل 350 ل 500 الف. عيوب الكونكورس بقى كام حاجه كده. اولا صيانته متقاربه جدا، ان 4 سلندر ان لاين. الموتوسيكل ده هيحرق معانا مصاريف كتير للصيانه. موتوسيكلات الريس دي يا جماعه دايما تحتاج بوجيهات اسرع، استهلاكيات اسرع. دي اول حاجه. تاني حاجه، الموتوسيكل ده فيه شنطتين على الجنب. الشنطتين دول مشهور عنهم ان هم مش متثبتين كويس، وكتير جدا بيقعوا. الشنط دي ب 15000 جنيه الواحده مستعمله، الموضوع غالي قوي. حاجه كمان، الموتوسيكل ده واطي جدا، وفي نقطه ضعف كده في حته في الشاسيه لما بتتخبط بيحصل فيها نقطه او ملاحظه يعني. المنافس التاني بقى يا جماعه، واحد من احلى الموتوسيكلات اللي تتركب وكله يجمع عليه، الهوندا جولد وينج. حلو. الهوندا جولد وينج الاصدار اللي هو من 2001 لحد 2016 او 17. الشكل كل واحد باختلاف، يعني حبه تفاصيل مختلفه كل كام سنه كده. الموتوسيكل ده يا جماعه كينج الرحاله. مش بقى سبورت تورينج، هو تورينج بس. واحد من الموتوسيكلات الكبيره اللي جاي بموتور 6 سلندر 1800 سي سي، طلع حوالي 110 حصان. الموتور بتاعه بوكسر انجن، فالبوكسر انجن ده قليله جدا اعطاله. بصراحه موتوسيكل اعتمادي جدا، وموجود في مصر والخليج بشكل كبير جدا، وفي الدول اللي غالبا الطرق فيها واسعه ومسافات فيها طويله شويه. ان هو بقى من كبره وجوه المدن مبقاش كويس، وده الحاجه اللي لازم ابقى عارفها. والسلبيه فيها لو دخلت جوه مدينه
اللي انا بسافر فيهم يعني. الموتوسيكل ده اسعاره في رينج اللي انا هشتريه منها، انا هشتري من موديل 2001 ل 2005، ده اللي في ضمن ميزانيتي، في ضمن الميزانيه. اسعاره متوسطه حوالي 400 420 375، يعني قول متوسط 400 الف. فهو ارخص من كوازاكي كونكورس بنسبه حلوه بالنسبه ل 2014، واعلى من 2009 بتاع كوازاكي كونكورس، فبرضه هو ميزانيته كويسه جدا. حلو. عيوب الموتوسيكل ده زي ما قلت لكم ان هو جوه المدينه مش الطف حاجه شويه، استهلاك البنزين بتاعه عالي شويه. اخر خيار بقى معانا يا جماعه هو الموتوسيكل البي ام دبليو الجي اس ال 1200 اللي انا شفته بقى كموديل 2016. حلو. الموتوسيكل ده يا جماعه واحد من كينج الموتوسيكلات الادفنتشر. حلو حلو. ده اغلى خيار، وده اغلى خيار في كل حاجه. الموتوسيكل ده واحد من احلى الموتوسيكلات اللي انا هشتريه. ده بقى مش ادفنتشر، يعني هو الموتوسيكل ده بيجي بفئتين، الجي اس 1200 العادي وده اللي انا هشتريه، لان الادفنشر منه غالي جدا شاطح. الموتوسيكل ده يا جماعه موتوسيكل ادفنشر مشهور جدا، اغلب الناس اللي هي بتتابع الانفلونسرز بتوع اليوتيوب والكلام ده بتاع الموتوسيكلات عارفين الموتوسيكل ده. موتوسيكل ادفنشر 1200 سي سي، بيحقق برضو على كورونا وكابل دبرياج. الموتوسيكل ده بيتركب له شنط وتعديلات كتير جدا، واحد من احلى الموتوسيكلات اللي ممكن تمشي على اي ظروف، تحت اي ظروف حرفيا يعني. الموتوسيكل اللي احنا هنشتريه ده 2016 ده موجود بره ب 10000 يورو او 10000 نسبيا دولار، فيعني نتكلم في اغلى موتوسيكل، ده غير الجمرك والشحن. فهو بيتكلم في رينج ال 600 650 الف جنيه في الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده، اقل تقدير ده لو موتوسيكل فاضي من غير اكسسوارات. طيب مش بس سعره غالي، صيانته نار، بحسب بقى ايه البوست اللي نزلناه على الفيسبوك. لو مش متابعنا على الفيسبوك وانستجرام ادخل تابعنا. وناس كتير قالت لنا ان هو تجربه صيانته غاليه جدا، وفي مصر صعبه جدا عكس الجولد وينج والكوازاكي كور. فهو اسوأ خيار في الصيانه كاسعار وكخبره بالناس تصاين يعني. هل هو موتوسيكل جامد؟ جامد جدا، بس مش لازم يكون عشان هو حلو ان هو يكون في البلد اللي انت عايش فيها حلو او في ظروفك حلو. دي نقطه مهمه قوي. فقولوا لي ارائكم كده بشكل عام. انا عايز اخد رايكم، انهي احسن واحد من الثلاث موتوسيكلات دي، كوازاكي كونكورس ولا الهوندا جولد وينج ولا البي ام دبليو الجي اس ال 1200؟